أما بعد، إنني لا أجد في قواميس اللغة العربية من الكلمات حتى أعبر عن مشاعري ومشاعركم في هذا اللقاء والعرس الوطني الذي سوف يضرب المثل لكل شعب مصر والأمة العربية على مدى الترابط والتلاحم لكل أفراد أرض الكنانة المحروسة جمهورية مصر العربية. أولاً معكم المواطن المصري رسلان الباز، وكيل المؤسسين لحزب صقور مصرية تحت التأسيس، ابن من أبناء محافظة الدقهلية وجمهورية مصر العربية. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، حتى أوجز لأتيح الفرصة لزملائي حتى يتحدثوا، أتحدث في النقطة الثانية عن مصر. من أنا ومن أنتم ومن يكون وأي فرد على وجه البسيطة يستطيع أن يتحدث ويعطي للثلاث حروف قدرهم. لن يوجد ولن يوجد، لأن الذي وصفها وقدرها ورفع قدرها ومنزلتها في كل الكتب السماوية إنما هو الله. فالله الواحد هو الذي قدر مصر في قرآن، في إنجيل، وكانت مهبط كل الأنبياء والمرسلين. كل الأنبياء سارت على أرض مصر، حتى أن ربنا رب العزة قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. آمنين بالله، آمنين بسواعد الشرفاء على أرض مصر. وعلمتنا الأديان السماوية اللطف واللين والسماحة في التعامل. سأسوق لكم آية في القرآن الكريم حتى أرد على الظلاميين لعلهم يفهموا ويعقلوا. حينما أرسل المولى عز وجل سيدنا موسى وأخاه هارون إلى فرعون، شوفوا الأدب والأخلاق، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. ماذا نقول لهم